السلام عليكم في قناة أنير. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة دائما يا ربي. بالنسبة للفيديو ديال اليوم إن شاء الله كما كتلاحظوا غادي نديرو حلوة بطريقة سهلة بعجين واحد وبثلاثة الأشكال وثلاثة النكهات. كنتمنى أنكم تتبعوا هذا الفيديو حتى الاخر. من طبيعة الحال كالعادة إلا عجبكم الفيديو ضغطوا على زر لايك لأول مرة كيزور القناة، يضغط على زر اشتراك ويضغط على الجرس يوصل كل جديد إن شاء الله. ندوزو دابا الطريقة والمقادير في نفس الوقت. اول حاجه عندي هنا 250 غرام ديال الزبده اللي بحراره المطبخ. غنحاول انني نطلقها بواحد الفرشيط بهذه الطريقه هذه كما كتلاحظوا. غنضيف عليها واحد القرصه من الملح وغادي نضيف عليها كاس ديال العنبه ديال سنيده. انا غادي ندوزو في هذه الصفايه هذه وغادي نضيف عليها كاس ديال العنبه ديال السكر ثقيل او سكر كلاصي وغادي نغربلو حتى هو. غادي نضيف سكر فاني وغادي نخلط هذا الخليط ديالي باليد مزيان. دابا كنضيف عندي هنا كاس ونص ديال العنبه ديال الزيت، يعني كاس ديال العنبه زائد نص ديال العنبه ديال الزيت، وكنحاول انني نضيفهم على الخليط وانا كنخلط دائما. من بعد ما خلطت الخليط ديالي كما كتلاحظوا ولا على هذا الشكل هذا كنضيف ليه البيض. عندي هنا 3 البيضات اللي غادي نضيف وحده ونخلط ونضيف الثانيه ونخلط عاد نضيف الثالثه وانا كنخلط دائما. من بعد ما خلطت الخليط ديالي مزيان كنضيف واحد المعلقه كبيره ديال المايزينا، كنضيف واحد الخماره حمراء ديال الحلويات اللي غادي نغربلها، وهنا غادي نضيف الدقيق. عندي هنا نص كيلو ديال الدقيق اللي غادي نضيفه على دفعات، يعني غادي نقسمه وابقى نضيف شويه بشويه وانا كنضيف الدقيق ديالي للخليط حتى يتجمع ليا العجين ديالي. من بعد ما جمعت العجين ديالي كيجي على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. كنحاول نقسمو على 3 الاجزاء اللي يكونوا متساويه على هذا الشكل. العجين الاول غادي نضيف ليه الفلو ديال الكراميل. انا هنا غربلته باش نحيد منه السكر سنيده، يبقى ليا غير البودر ديال الكراميل كما كتلاحظوا. وغادي نجمع هذا العجين ديالي. بالنسبه للجزء الثاني من العجين هنا غادي نضيف ليه نكهه ديال نسكافيه او ديال القهوه سريعه الذوبان. هنا درت واحد المعلقه ديال الماء ودرت نص معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان وخلطتها مزيان وغادي نضيفها على العجين ديالي وغادي نجمع هذا العجين مزيان. هنا غادي نضيف ليه معلقه ديال الدقيق على ود الماء اللي ضفت ليه باش نجمع العجين. العجين الثالث او الجزء الثالث غادي نضيف ليه النكهه ديال الفاني وغادي نخلطها حتى هي ونعجنها. هنا غادي ندير ليهم السلوفان وغادي نخليهم يرتاحوا.
اول جزء غادي نبدا به هو اللي درت فيه النكهه ديال الفاني. غادي نجيب واحد البابي او ورق الزبده وغادي نوضع العجين ديالي بين هاد الورقه وغادي نحاول انني نطلقها ونقطعها بهذا الطبع هذا. بالنسبه للسمك ديالها كما كتلاحظوا خصها ما تجيناش رقيقه بزاف وما تجيناش غليظه بزاف حيت درنا فيها الخميره. انا من بعد ما وجدتها كنديرها في الفران اللي سخنته على 180 درجه من الفوق ومن التحت وكنقابلها حتى تبان لينا كتحمر. ندوز دابا العجين الثاني اللي هو بالنكهه ديال الكراميل اللي كذلك غادي نشرحه وغادي نحاول نحصل على عجين ما يكونش رقيق وما يكونش غليظ. بالنسبه للقطاعه اللي غادي نستعمل في هذا العجين هذا كما كتلاحظوا غادي نستعمل هذه القطعه الدائريه على هذا الشكل هذا وكذلك غادي نديرو في الطاوه وغادي ندخلو الفران على درجه 180 درجه اللي غادي يكون ديجا سخناه صافي ونردو ليها البال حتى تبان لينا الحلوه ديالنا طابت. بالنسبه للعجين ديالي الاخير اللي بالنكهه ديال القهوه غادي نشرحه بالمدلك على هذا الشكل هذا. ما غاديش نخليه يكون رقيق بزاف او لا غليظ بزاف. غنجيب هاد القطعه هذه اللي على شكل مكعب او مربع وكنحاول انني نقطع هذا الشكل هذا ديال هذا المربع هذا. بعد ما قطعتها غنديرها في الطاوه وندخلها طيب على درجه 180 درجه. الحلوه ديالي من بعد ما وجدات كتجي على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا صافي. دابا غادي ندوز باش نزين هاد الاشكال هادو. غادي نبدا بالحلوه ديال اللي بالمذاق ديال القهوه. هنا في واحد الكاسرونه غنوضع واحد المعلقه تقريبا ديال الكليكوز وغادي نضيف عليه نص كاس ديال العسل. غادي نوضعهم فوق النار حتى يذوبوا ليا ويذوب هاد الكليكوز والعسل ويتخلطوا وغنضيف عليهم 5 ديال القطع ديال الشوكولاط الابيض. كنخلط هاد الخليط ديالي مزيان حتى يذوب لينا الشوكولاط في هاد العسل هذا وكنضيف عليه النكهه ديال القهوه. من بعد ما خلطتها كنجيب الحلوه اللي درتها بالنكهه ديال القهوه كما كتلاحظوا كنوضع عليها شويه ديال هاد التعليكه هذه اللي صيبت وكندير ليها ثانيه على هذا الشكل هذا. دائما التزيين ديال الحلويات كيبقى على حسب كل واحد وعلى حسب الاختيارات. حنا كنعطيو غير افكار وكل واحد كياخذ الفكره اللي بغا. كنبقاو على هذا الشكل هذا تنكمل جميع القطع ديال الحلوه اللي عندي. من بعد ما كملت القطع ديالي كما كتلاحظوا كنجيب هنا عندي هنا الشوكولاط الابيض اللي ذوبته. كل واحد كيدير الكميه على حسب الحلوه اللي عنده. انا ذوبت هنا تقريبا واحد 10 شوكولاتات بيضاء ديال كالا وكنضيف ليها تقريبا واحد 100 غرام ديال الشوكولاط بالحليب وهذا صافي كنوضعوا عليها وكنحاول انني انا هنا الكاسرونه دايرها في البماغي كما كتلاحظوا وكنحركها حتى يذوب لينا هذا الشوكولاط ديالنا ويتخلط. كما كتلاحظوا اللون اللي كيعطينا ما كيعطيناش اللون الابيض. كنجيب الحلوه ديالي على هذا الشكل هذا وكنوضع عليها هذا الشوكولاط اللي ذوبته صافي وكنحطها فوق الورق ديال الزبده على هذا الشكل هذا. هنا كنجيب الشوكولاط الاسود كما كتلاحظوا وغادي نحاول انا درته هنا غير في بلاستيكه وغادي نحاول انني نديرو خطوط على هذا الشكل هذا. من بعد ما كندير هاد الخطوط هادو كنجيب واحد الكيردون وكنحاول ندير على شكل بحال الشكل ديال الملفاي. ندير معكم وحده اخرى
هكا باش تفهموا الطريقه. يعني كنوضع الشوكولاته ديالي فوق الحلوه على هذا الشكل هذا، صافي كنوضعها فوق البابيي وكندير عليها خطوط بالشوكولاته السوداء، وهنا كنحاول بالكيردون انني ندير خطوط بحال الشكل ديال الا غندير ملفاي. كنبقى على هذا الشكل هذا حتى نكمل جميع القطع اللي عندي، وغادي ندوز باش نصيبو الحلوه الثانيه او الشكل الثاني. بالنسبه للشكل الثاني اللي بالمذاق ديال الفاني، كندير ليها الشوكولاط الابيض على هذا الشكل هذا، صافي وكندير ليها الفيتين من الفوق. بالنسبه للتزيين ديال هاد الحلوه هادي حتى هي كيبقى اختياري، اللي بغى يدير ليها الفيغميسيل في الكحل يديرو، اللي بغى يدير الفيتين، اللي بغى يدير اي حاجه متوفره عنده، لوز ايفيلي، كاوكاو ايفيلي محمرين. يعني التزيين دائما كيبقى اختياري. يعني كنمشي مع هاد الحلوه على هاد الشكل هذا حتى نكمل القطع اللي عندي. دابا غادي ندوزو للحلوه الاخيره اللي بالنكهه ديال الكراميل. في واحد الكاسرونه كنوضع نص كاس ديال العسل، كنوضع عليه معلقه صغيره ديال الكليكوز، كنديرهم فوق النار حتى يذوب لينا هذا الخليط هذا. من بعد كنضيف عليهم 6 ديال الشكلاطات ديال كالا. انا استعملت كالا، كنحاول انني نخلطهم شويه وكنضيف ليهم النكهه ديال الكراميل ونخلط هذا الخليط مزيان. هنا عندي كاوكاو ايفيلي ويمكن لينا نعوضوه باللوز ايفيلي. كنجيب الحلوه ديالي كندهنها بهاد التعليكه هذه ديال الكراميل اللي صيبنا، كنوضع عليها كاوكاو ايفيلي او اللوز ايفيلي اللي متوفر. انا هنا استعملت كاوكاو ايفيلي اللي حمرته، صافي حتى نكمل الكميه اللي عندي. من بعد ما كملت الحلوه ديالي كما كتلاحظوا، كنجيب هنا الشوكولاط الاسود وكنحاول انني نديرو فوق هاد الحلوه بهذا الشكل هذا. كنعتذر الا ما كانت الصوره واضحه. كنحاول انني نعمر كامل الفوق ديال الحلوه على هذا الشكل هذا. صافي كنخليوها على جنب حتى تبرد لينا. الحلوه ديالنا من بعد ما وجدت كتجي على هذا الشكل هذا، 3 النكهات، 3 الاشكال بواحد العجين. كنتمنى الى عجبكم هذا الفيديو ضغطوا على زر لايك، لاول مره كيزور هذه القناه يضغط على زر اشتراك، يضغط على الجرس ليوصلوا كل جديد ان شاء الله، وبارطاجيو هذا الفيديو تعم الفائده.